اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین. كان الهدف من طرح هذه المسألة بيان النسبة بين العلم والدين، وخلال هذا العرض الموجز في الحلقات السابقة تبين أنه الدين، الوحي، مدرسة السماء تدعو الإنسان إلى العلم وتؤيد وتفتح آفاق خاصة للعلم. هذه نكتة كان هدفنا. نكتة ثانية اللي تدريجا مخصوصا الآن في زماننا بدأت بالانتشار بين الناس وابتداء في الغرب ثم انتقلت إلينا، أنه أصولا العلم ينكر القيم الروحية. يعني إيماننا بالقيم الروحية بالأخلاق الكريمة مبدأه هو الجهل، فالإنسان حينما يفتح له آفاق العلم لا يجد نفسه بحاجة إلى الأخلاق. هذه مسألة أخرى. فالمسألة الأولى معارضة الدين، مخالفة الدين مع العلم، العلم في تصورهم العلم مع الدين. والمسألة الثانية أن العلم ينفي السلوك النفسي، السلوك الخلقي، التربية الدينية، لأن مثلا تصوراتنا بالنسبة إلى تلك الجهات مو فقط السلوك. نفرض مثلا الدعاء من باب المثال، كنا ندعو باعتبار جهلنا بالأمور، لا نعلم متى تتكون السحب، متى يكون المطر موجود، لا نعلم أن هذا المرض كيف تولد، فكنا نتجه إلى الدعاء إلى الله بالابتهال إليه بالتهجد بالدعاء حتى ترفع هذا المرض. لكن الآن العلم فتح لنا آفاق، نعلم أنه مثلا في اليوم الكذائي راح تحتي سحب معينة، هذه السحب منشأها مثلا أفرض مثلا بخارات معينة من بحر أو محيط أو ما شابه ذلك، وهذه السحب راح تكون في المنطقة الكذائية منشأ لأمطار، وفي المنطقة الكذائية لا، فيها حرارة، فيها برودة، فيها رياح قوية، رياح، كل ذلك معلوم لنا. ومع علمنا بذلك فلا داعي للتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، بل والآن تعلمون وصل البشر إلى درجة يتمكن من نقل السحب. افرض في هذا المكان لا توجد سحب، يأتون بالسحب من مكان آخر إلى هذا المكان والسحب تمطر فيها. فمنشأ هذا السلوك، يعني منشأ هذه النكتة، وهي نكتة التوجه إلى الله والدعاء إلى الله، منشأها الجهل. مثلا بالنسبة إلى الأمراض، الإنسان يمرض مثلا أمراض معينة، سابقا لا يعلمون المنشأ فيتجهون بالدعاء وما شابه ذلك إلى الله سبحانه. أما الآن لما عرف بأن الفيروس الخاص أو الميكروب أو مثلا شيء آخر، عفونات خاصة موجودة، أفرضوا مثلا في الرئة، موجودة مثلا في القلب، أو موجودة في أطراف القلب، مو في نفس القلب، وفي الكبد، في المخ، في الأوردة، في الشرايين، هذا سبب هذا المرض. فيحاول الإنسان أن يرفع هذا المرض، يزيل هذا الفيروس أو يزيل هذا الميكروب من جسمه، لا حاجة إلى الدعاء إلى ما شابه ذلك. كل ميكروب معين، كل فيروس إلى مضاد، إلى حركة معينة، يشخص مكانها أفرض في الرئة له علاج، مكانها في الكبد له علاج، مكانها في المعدة له علاج، في الأمعاء، في الأوردة، في الشرايين، في المخ، في العين، في الأنف إلى آخره. كل أماكن الجسم الآن أصبحت واضحة علمية، وكل أقسام هذه العفونات وهذه الفيروسات هم صارت واضحة، ما هو المضاد لها وما هو الذي يقضي عليها. فلذا لا نحتاج إلى هذا السلوك المعين، وهو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الدعاء. أو مثلا سابقا كان مسألة مثلا إكرام المسافر، احترام المسافر كذا، باعتبار صعوبة السفر. الآن صار السفر سهلا،
بسهولة الإنسان يركب طائرة يذهب مسافة ملايين آلاف الكيلومترات، عفوا آلاف الكيلومترات في خلال ساعات معينة ثم يعود إلى بلده، وأنه مثلا المسافر يكون كذا يحترم، لا حاجة إليه. يعني النكتة الموجودة أن الجهل والعجز هما الأساس للقيم الروحية وللكمالات الروحية. هذا المطلب يحتاج إلى إنصافا دراسة، وإنصافا يعني الطريق الذي تمكن الشياطين أن نعبر عنهم أو غيرهم للقضاء على الخلق النفسية، للقضاء على الأخلاق الكريمة، للقضاء على مكارم الأخلاق، أنهم تستروا وراء بعنوان شيء باسم العلم بهذه اللغة. يعني ينبغي أن تعرفوا الآن مراكز الفساد في العالم، تعلم بوضوح إذا أرادت أن باصطلاح تمشي سلعتها، تمشي الفساد في المجتمعات، في الدرجة الأولى لابد أن يحاربوا الفكر الديني من جهة، وأصولا الفكر الخلقي أساسا. يعني لا يمكنهم الوصول إلى مقاصدهم إلا بالقضاء على القيم الروحية، على القيم الدينية، على القيم الخلقية. ويعلمون بوضوح أن الشيء الذي يؤكد في صلبه، في ذاته، في صميم ذاته وفي عمق وجوده، يؤكد على القيم الخلقية هو الدين. طبعا نحن نعلم بوضوح أن هناك أشخاص قد لا يؤمنون بالله لكن عندهم قيم روحية، قيم خلقية عندهم، التزامات أخلاقية عندهم، لا يكذبون، يستخدمون الصدق، هذا موجود لا إشكال فيه. افرضوا مثلا يخلصون في أعمالهم، يقدمون مثلا حتى لأعدائهم، يعني يتجاوزون عن مشاكل خلقية حتى مع أعدائهم، ولكن في نفس الوقت نفرض مثلا لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، هذا معقول، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هناك خصائص عالية للإنسان، خصائص طيبة للإنسان، يمكن للإنسان أن يتحلى بها ولو لا يكون بتلك الصورة الكاملة. فالإنسان الذي يصدق ولا يؤمن بالله يرى أفق ضيق، يتصور أن الصدق من كرائم الأخلاق، شجاعته مثلا، شجاعته الأدبية تقتضي. لكن الإنسان الدين، الإنسان المتدين يرى الصدق من صفات الله سبحانه وتعالى، ويرى الصدق وما يترتب عليه من آثار في حياته الفردية والاجتماعية، ثم يرى آثاره في الحياة البرزخية التي الإنسان غير المؤمن لا يؤمن بها، ثم يرى آثاره في الحياة الأخروية. فإذن الصدق مكرمة للإنسان، لكن الأفق الذي ينظر به الإنسان إلى هذه المكرمة مختلف. تارة إنسان عنده أفق ضيق، وأخرى عنده أفق واسع جدا جدا واسع، بل تدريجا يصل إلى درجة أن الأشياء تصدق، مو فقط الإنسان يصدق، الحائط، الجدار، الماء، التراب، كل شيء في الوجود له سنخ خاص من الصدق. وتدريجا يلاحظ الإنسان في هذا الأفق الواسع إلى مراحل العمر جميعا، إلى مراحل القبر، إلى مراحل الآخرة، إلى الدرجات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فأراد مراكز الفساد في العالم بالصفة كلية في الدرجة الأولى لابد لها أن تحارب القيم الروحية، وفي مقدمة باصطلاح القوى الفعالة في ترويج القيم الروحية والخلقية الطليعة في ذلك الدين، مدرسة الوحي.
فلذا تلاحظون أنه صارت لهم يعني لمراكز الفساد اهتمام بالغ في هذه الجهة. وفي هذه المرحلة بدأوا يستخدمون كل ما يملكون من شيء لمحاربة هذه القيم الروحية. يعني يستخدمون وسائل مثلا سينما وما أدري افرضوا مثلا تلفزيون وكذا أصوات وما شابه ذلك، إلى أن يستخدمون التاريخ، إلى أن يستخدمون فلاسفة، يعني يصنعون فلاسفة، هؤلاء الفلاسفة يفلسفون لهم الفساد. يعني المشكلة الأساسية أنه مو مجرد تمهيد المقدمات، نشر الفساد مثلا في المجتمع بنشر الخمور وفجور وما شابه، لا، هذه مرحلة لا إشكال فيه، وخصوصا وأن الإنسان بطبيعته يميل إلى الفساد بقوة الدين، والعصر أن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فكان المألوف سابقا متعارف، مو أنه لم يكن، هو التأكيد على نشر الفساد من جهة السلوك، يعني يمهدون آلات أسباب دواء الفجور والخمور وما شابه ذلك، حتى أن الإنسان من حيث لا يشعر ينزلق في الفساد. لكن كان هناك أيضا فلسفات في ذلك، لكن لم تكن هذه الفلسفات شائعة. الآن محاولتهم في فلسفة وفي إعطاء تفكير علمي، ما يسميه بالعلم، في قبال القيم الروحية، وفي رأس ما يدعو إلى ذلك الدين. فهذه نكتة أساسا لابد أن تلاحظ بدقة. الهدف الأساس هو هذا، وإلا أي ربط بين العلم وبين مسألة الإيمان بالله، أي ربط بين العلم وبين مسألة مثلا القيم الروحية؟ بل بالعكس، شرحنا أن العلم يدعو إلى الإيمان بالله، مو أنه في قباله. وأما أن الإنسان إذا كان جاهل يدعو إلى الله، إذا كان عالم، أي فرق في ذلك؟ هذا اشتباه كبير جدا. نحن سابقا نعلم أن هذا الإنسان مريض، هذا علم موجود، مو أنه جهل. نبتهل إلى الله، مثلا نتوجه إلى الله بأن الله والذي إذا مرضت فهو يشفين، أن يمن على هذا الشخص بالشفاء. الشيء الذي الآن صار شنو؟ نعلم أن المرض سببه مثلا ميكروب أو فيروس معين، أيضا نبتهل إلى الله لإزالة الفيروس، لا فرق فيه. اشتباه الذي حصل عندهم، حسبالهم مثلا إذا المطلب كان جدا غامض فتح، لكن مو واقعه فتح، يعني صار في نوع من الانفتاح. لا فرق في هذه الجهة. كان الدين يعتقد أن هناك عوامل غيبية، لاحظوا، هناك يد غيبية، إضافة إلى الجهات الظاهرية، إضافة إلى النبات، إضافة إلى لأن قسم من العلاج سابقا من المعادن، إضافة إلى قسم من العلاج سابقا ببعض الحيوانات مثلا. فكان العلاج في السابق بالنبات والمعدن وقسم من الحيوانات. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا المرض، جعل له هذا الدواء. لكن مدرسة الوحي تؤكد بأن القضايا لا تنتهي عند هذا الحد، هناك جهات غيبية خفية على البشر، والإنسان أودعت فيه قوة تستطيع أن ترتبط بهذه الجهات الغيبية. هذا اسمه الدعاء. الدعاء موجود في الإنسان ترتبط بهذه الجهات الغيبية، نتيجته رفع المرض. الآن تقولون أن الإنسان اكتشف الفيروس، نفس المشكلة لا فرق فيه. اكتشف الفيروس واكتشف أيضا أن النبات الفلاني أو العصارة الفلانية أو المادة المعدنية الفلانية أو الجسم الحيواني الخاص هذا يؤثر في إزالة الفيروس. ومع ذلك الدين يقول صحيح علمت ذلك، لكن القضية لا تنتهي عند هذا الحد، هناك أمور غيبية ترفع هذا الفيروس عنه. فالعلم ماذا أوجد لنا؟ هل معنى أن العلم بعد لا نلتزم بالقيم الروحية؟
هل معنى ذلك مثلا مادام ان السفر صار مثلا سریعا و متيسرا لا نلتزم بخصوصیات، مثلا ندعو اللهم رد مسافرین مثلا سالمین غانمین. يقولون سابقا افرض السفر مثلا من مكان الى مكان ولو مثلا 1000 كيلومتر كان يحتاج الى شهر شهرين فيدعون، لكن الان اكثر من 1000 كيلومتر خلال ساعه يروح. خالف صحيح هذا الكلام صحيح، لكن نفس القوى الغيبية التي كانت تحفظ المسافر في الآن هم تحفظ. أي فرق في ذلك؟ يعني قصر الزمان و طول الزمان لا يوجب تغييرا في الوجود، لا توجب تغييرا في الحقائق. نفرض هذا الإنسان كان شهرين يدعى له بالرجوع سالما إلى وطنه، الآن يسافر بالطائرة خلال ساعتين مثلا من باب المثال 2000 كيلو، أيضا يدعى له لأن الطائرة أيضا تتعطل. لا فرق في ذلك. لم يبدو أي فرق جديد في البين، سواء كان السفر مثلا أجلكم الله بالحمار والفرس وما شابه ذلك، أو مثلا بالإبل مثلا أشياء من، أو كان السفر بالسيارة، أو كان السفر بالطائرة. أصلا الاشتباه الذي حصل يتصورون نحن إذا علمنا سبب المرض الفيروس بعد ينتهي ارتباط الإنسان بالسماء، ارتباط الإنسان بالغيب. هذا هو الأساس في الاشتباه. وكأنما يتصورون أن أساس الإيمان بالغيب لأننا لا نعلم. أولا نحن إذا علمنا فيروس لا يحلون، لا نعرف. ميكروب يعني حيوان، مثلا هناك حيوانات خاصة جدا صغيرة لا ندركها بالبصر، هذا لا يغير شيء. نحن سابقا نرى أن هذا الإنسان مريض، الآن نعرف أن هذا المرض عبارة عن وجود فيروس في دمه، في عظامه، في غاية ما. وأما أنه لا بد من إزالة المرض، لا بد أيضا من إزالة الفيروس، لا فرق فيه. إزالة المرض كانت بأسباب ظاهرية وبالدعاء وبالتوجه إلى الله، إزالة الفيروس بأسباب ظاهرية وبالتوجه. لم يتغير أي شيء في البين، لم يتغير أي شيء يوجب تغيير الحالات الروحية المكارم. فهذا خطأ كبير تصور البعض، ومو تصور البعض، أرادوا إخفاء الأمر، يعني بنوع من السفسطة إن صح التعبير، أرادوا نشر الفساد والتغلب على العقول البسيطة بهذه اللغة اللطيفة لوصول إلى مآربهم ومقاصدهم الفاسدة. وإن شاء الله نتكلم أكثر حول الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.